Audio Jungle. ورحمة الله تعالى وبركاته. صلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم مع وصفة جديدة سهلة سريعة اقتصادية طلبوها مني الأولاد في آخر لحظة، والوقت اللي لقيت راسي أني مضطرة نوجدها بأسرع وقت وبأسهل الإمكانيات وباستعمال بغرير كأرضية لبيتزا. تجينا غريبة ولكن إلا جربتوها غتعجبكم وغادي تعتمدوها بشكل يومي وبشكل دائم وبالخصوص في آخر لحظات. ونحتاج نحولوا بغرير بيتزا، نشوفوا الشكل اللي غادي يعطينا صلصة، بصل وفلفل، جبن بأشكال مختلفة، موزاريلا أو جبن إيضام أو أي نوع من الأجبان، طبعا لحوم بأشكال إما لحوم حمراء أو بيضاء. نختاريت لحوم البواقي من دجاج، وجبة دسمة، ونبدأ في رص المكونات بالتوالي. نختاريت المواد مطهوة أو مشحرة في الزيت لأنها سريعة ولا تحتاج كثرة طهي. ونبدأ كما قلنا بالتوالي. أنا وضعت الدجاج، كلك تختاري أي شكل من اللحوم، وبذلك أنها جات بطريقة سهلة سريعة. فرمشة عين توجد، وجبن، وهكذا يمكننا نكون اختصرنا الزمن والوقت في رمشة عين. وبعد ذلك ندخلها الفرن. قبل ذلك نرش الزعتر والزعترة لأنها تضفي لمسة أو نكهة جيدة جدا، بالخصوص الزعترة. والصحة والراحة. ما تنسيش سيدتي ضغط على زر لايك وبارتاج، وتخلي شي تعليق جميل. وإلا كانت شي فكرة جيدة أو فكرة تماثل هذه الفكرة يمكننا نستعملها. وأرجو ترك أي تعليق، وشكرا جزيلا. وبالصحة والراحة. هو شكل بيتزا بعد الطهي. إلا ما شفتيش الفيديو يمكن لك تعتقدي أنها بيتزا عادية من معجنات اللي مولفين يستعملوها، وجات رائعة جدا ولذيذة، ويمكن لك تعتمديها بشكل دائم. بالصحة والراحة، إلى اللقاء.